السلام عليكم الإخوان. في هذا الفيديو غادي نهضروا على مستجدات جديدة في الدعم الاجتماعي المباشر. مستجدات جات من عند الحكومة، وكاينين بعض الأسئلة بغيت نجاوب عليها في هذا الفيديو، كتهم بزاف ديال الناس واللي بسببها غيتقطع الدعم لمجموعة ديال الناس. المستجدات شناهي؟ أنه فوزي القجع مؤخرا في واحد المجلس وزاري أكد أنه غادي يديروا عاوتاني واحد الحملة على أصحاب الدعم، على الناس اللي كياخدوا الدعم، حيت مازال كيفلتريو دوك الناس اللي كياخدوا الدعم. يعني الا كنتي كتستافد نتايا دابا من الدعم الاجتماعي المباشر، فهذا ما كيمعنيش انك غادي تستافد مدى الحياه. دونك ما كايناش الاستفاده دائما الاخوان بالنسبه للدعم الاجتماعي المباشر ما كايناش شي حاجه سميتها الاستفاده على المدى الطويل، حيتاش في كل مره كيتغيروا المعلومات. ولكن مؤخرا الوزير المنتدب فوزي القجع قال باللي غادي يشددوا عاوتاني على اصحاب الدعم، على الناس اللي كيشدوا الدعم بواحد الطريقه. دابا خرجوا بواحد الطريقه اللي هي طريقه اللي يقدر يقصوا بها بزاف ديال الناس. علاش؟ حيت قال لك غادي يستعنوا بالداخليه، غيستعنوا بالناس ديال الداخليه، بوزاره الداخليه. وملي كنقولوا حنايا وزاره الداخليه هنا، فكطيح على بالنا المقدمين والشيوخ. دونك المقدمين عارفين الشاده والفاده. دونك كيفاش غادي تكون هاد الاستعانه هذه بالمقدمين وبالسلطه المحليه وبوزاره الداخليه على العموم؟ على العموم هاد الاخوان، باش نقولوا وزاره الداخليه، اي واحد عنده شي مدخول، هذا هو اللي غادي يشوفوا هاد الناس هادو. اي واحد عنده شي مدخول من شي بلاصه هو ما مصرحش، يعني في قطاع غير مهيكل، قطاع اللي ماشي قطاع مهيكل وكيخلص عليه الضرائب. مثلا واحد كيدير فراشه مثلا، ولا واحد كيبيع ويشري في النوار الى غير ذلك، كيدخل فلوس صحيحه. حتى واحد ما عرف واش كيدخل الفلوس. دابا انت كدير فراشه مثلا، شكون عارفك كتدخل الفلوس ولا ما كتدخلهمش؟ واحد خدام. في معظم الأحيان كيعرفوا غير السلطة المحلية، هما لا يخفى عنهم أنك كتدخل الفلوس، أنك عندك ممتلكات ولا عندك شي حاجة. حتى إلا ما صرحتيش بهاد الممتلكات فراه عندك مداخل، خصنا نشوفو هنا ديك المداخل انت اللي كتدخل. دونك معظم الناس اللي عندهم مداخيل كيستافدوا من الدعم، حيتاش كاينين الإخوان بعض الناس خدامين في قطاع غير مهيكل كيدخلوا فلوس صحيحة. راه ماشي كنقولوا فلوس وكنسكتوا، فلوس صحيحة، يعني كتدخل واحد المبلغ اللي هو محترم، اللي انت هذا المبلغ هذا غيغنيك على الدعم. يعني انت ما بقيتيش غتحتاج انك تاخذ الدعم. وهذا الشيء كامل علاش كديروا الحكومه؟ حيتاش خصها تحد من انها تبقى تخرج الفلوس بزاف. كما شفنا مؤخرا ان الحكومه بدات كيتخلصوا بداو كيستخلصوا الضرائب على الفلوس، الضرائب على الممتلكات. الناس اللي ما صرحوش بالفلوس، الناس اللي ما صرحوش بالممتلكات، المهم الدوله خصها تجمع اكبر عدد من الفلوس. علاش؟ تقول لي علاش؟ حيت عندها التزامات. الدوله الاخوان ملي كتكون مقبله على شي تظاهره عالميه، بحال كنقولوا دابا كاس افريقيا وكاس العالم، وهادو هما التظاهرات اللي مقبل عليهم المغرب. دونك من هنا حتى 2030 راه غادي تكون الحياه شويه قاصحه على المغاربه. علاش؟ حيتاش غادي تحاول الدولة أنها ما تصرفش بزاف ديال الفلوس، في المقابل أنها خصها تاخد بزاف ديال الفلوس من عند الناس، ومن أي جهة، من الضرائب، من أي جهة ممكن أنها تاخد منها الفلوس. حيت عندها التزامات دولية، التزامات ماشي عالمية. كنقولوا أننا غادي ننظموا كأس إفريقيا، خصنا بزاف ديال الفلوس. وملي كنقولوا كأس العالم كذلك، راه بزاف بزاف ديال الفلوس. ما تخيلوش الإخوان شحال ديال الفلوس خاص الدولة. الدولة منين غتجيب هاد الفلوس هادو؟ خصها تنقص من المصاريف ديالها، خصها تاخد كريدي من عند البنك الدولي. ومن بين المصاريف ديال الدولة هو الدعم الاجتماعي المباشر، انها تعطي الفلوس للناس، ما خصهاش تعطي هاد الدعم هذا. صندوق المقاصة غيتحيد، صندوق المقاصة تحيدو الدولة كدير لها الفلوس. وملي غتحيد صندوق المقاصة الحياة غتكون ليه غالية، التعويم غادي تدخل ليه الدولة بطريقة أو بأخرى. علاش؟ باش تضمن انها ترد الكريديات الدوليه اللي كتاخذها. وصندوق النقد الدولي راه كيفرض على الدول اللي خدات عندهم اللي خدات عنده كريدي انها دير تعويم. آه بزاف ديال الحوايج الاخوان كيخليو ان الدوله ما خصهاش تخرج الفلوس. دونك يعني اللي كنقولوا الدعم الاجتماعي المباشر الاخوان راه كتخسر عليه بزاف ديال الفلوس. وانا كنتوقع انه غادي تكون رقابه، وغادي تكون تشديد
في هذا الدعم الاجتماعي المباشر شكون كياخدو وشكون اللي غادي ياخدو من هنا دابا ل 2030. من هنا ل 2030 فالحياة غادي تولي قاصحة وغادي يولي الغلاء و... ومن بعد 2030 يكون خير، من بعد ما يدوزو هاد التظاهرات واش غادي يخليو شي استثمارات ولا شي حاجة. هادشي اللي كان الإخوان بالنسبة للمستجد الأخير اللي قالو الوزير المنتدب في بوزير قشعر. أما بالنسبة للإخوان اللي كتقطع عليهم الدعم، الأسباب عادية جدا، ومن بين هاد الأسباب بغيت نذكر واحد السبب ديال العنوان، حيتاش معظم الناس كيصيفطوا ليا بأن العنوان اللي عندهم في البطاقة الوطنية راه ماشي بحال العنوان اللي كاين عند باقي الأسرة ديالهم. مثلا وحدة عندها عنوان مختلف، مثلا الراجل والمرأة يلاه تزوجوا مثلا حديثي الزواج عندهم عنوان مختلف في البطاقة الوطنية، راه خصو ضروري يكون عندهم عنوان موحد. عنوان موحد، وخصهم يدفعوا الطلب، ردوا معايا البال، يدفعوا الطلب في الملحقة الإدارية ولا المقاطعة اللي تابعة لمقر السكن ديالهم. مثلا راجل ومرأة تزوجوا مثلا في كازا وقرروا أنهم يمشيو يعيشوا مثلا في مراكش ولا في شي مدينة أخرى، ضروري عاوتاني خصهم يمشيو لديك الملحقة الإدارية ويبدلوا العنوان، في البطاقات الوطنية، ويمشيو للملحقة الإدارية يعاودوا يتسجلوا من جديد ويعاودوا يديروا البصمات ديال العينين وداكشي كامل من جديد عاد باش يتقبل ليهم الطلب ديالهم. بالنسبة للإخوان اللي مازال ما تابوناش معايا في هاد لاشين تابونا، واللي عنده شي سؤال يحطوا ليا في التعليق اولا يتواصل معايا في الانستغرام، غنخلي لكم الانستغرام ديالي في الوصف ديال هذا الفيديو. السلام عليكم.